أنا من ينام حين تشتد العاصفة. قصة لطيفة، اسمع. هذا رجل سلمكم الله عنده مزرعة أغنام ومواشي وأبقار، وكان عظيم الحرص عليها، شديد الحب لها، وكان يخاف عليها من كل شيء، وكان يعني شديد مع العمال، حتى أنه كان كثيرا ما يفصل العمال، يأتي بالعامل ما يأخذ عنده فترة ويفصل، ويأتي بغيره ويفصل، فكان يعني عنده شروط قاسية حتى يقبل العمال في مزرعته. وفي مرة من المرات طرد العامل اللي عنده وما وجد عامل، فبحث عن عامل، فوجد عاملا نحيلا ضعيفا، فأخذ يجري معه مثل المقابلة الشخصية، فقال له: أنت وش عندك من مميزات وكذا؟ يختبر العامل. فقال العامل بكل هدوء: أنا من ينام حين تشتد العاصفة، هذه مميزاتي. ما عجبته الكلمة، لكن عاد هو مضطر أن يقبل هذا العامل، إذ أنه لم يجد غيره، فعينه عاملا في مزرعته. وكانت مزرعة هذا الرجل في أرض كثيرة العواصف. المهم، وفي ليلة من الليالي هبت عاصفة شديدة وأمطار غزيرة، فقلق صاحب المزرعة وذهب ليتفقد شؤون مزرعته. فعندما وصل إلى ذلك المكان وإذا بالأمطار الغزيرة والرياح تصفق كل شيء، تكاد تقتلع الخيام والبيوت الخشبية. فذهب متجها للعامل سريع بشوف ماذا فعل، وإذا بالعامل يغط في نوم عميق، فيقظه في غضب وقال: أما تسمع؟ أما تدري؟ أما تحيط؟ أما تشعر بما حولك؟ فنظر العامل بكل هدوء بنصف عين منفتحة وقال له: ما هنالك يا سيدي؟ ما الذي حصل؟ قال: أما تسمع هذه الريح؟ أما ترى هذه الأمطار؟ قال: ألم أقل لك يا سيدي أني أنا الذي أنام حين تشتد العاصفة؟ ثم رجع ونام. فاشتاط هذا الرجل غضبا، وأخذ معوله وما يستطيع أن يصلح به ما فسد، وخرج لينقذ ما بإمكانه إنقاذه. فخرج من غرفة هذا العامل، ولكنه تفاجأ بأن الخيام ثابتة، وأن الدواجن في أقفاصها، وأن الماشية في حظائرها.